الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في يوم استثنائي لنحيي قيمة عظيمة ونستحضر أثرا ونستعيد ذكرى إنسان لا يغيب حضورها عن القلوب. إنها الأم، تلك الروح التي تعطي بلا مقابل وتمنح دون انتظار. جئنا اليوم لنقف لحظة صدق أمام عطاء لا يقاس ولا يختصر ولا توفيه الكلمات حقه. جئنا اليوم بقلوب تعرف أن وراء كل اسم ناجح أم عظيمة كانت البداية وكانت القوة وكانت السند. جئنا اليوم لنقول لكن شكرا لأيقونات العطاء اللامحدود، شكرا لسفيرات الإنسانية، الأمهات المثاليات. الحضور الكريم، حفلنا هذا العام يحمل اسما يليق بعظمة المعنى ورمز من رموز الإنسانية. حفلنا هذا العام احتفاء ووفاء لذكرى العالمة الجليلة الأستاذ الدكتور فاطمة عوض محمود صابر، تلك القامة العلمية والأكاديمية الرفيعة المستوى والتي تركت أثرا لا يمحى. رحلت عن عالمنا ولكن ظلت سيرتها حية في القلوب وفي الذاكرة وفي كل أثر طيب تركته خلفها. الحضور الكريم، يأتي هذا اللقاء بحضور قامة أكاديمية وعلمية تضيف للمكان قيمة وللحدث ثقلا وللحظة معنى. عقل يفكر وقلب يحتوي وإنسان يؤمن بأن قيمة أي مؤسسة تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه. حضور يمنح الثقة ودعم يصنع الفارق. يسعى دائما أن يكون هذا الصرح في المكان الذي يليق به. رحبوا معي بالأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عميد الكلية. الحضور الكريم، وإذا كان لكل حكاية فخلف كل حكاية جهد يحترم وعمل يقدر وروح لا ترى لكنها تصنع كل هذا الجمال. وإذا كنا اليوم نقف أمام مشهد بهذا الرقي فهو لم يأتي صدفة، بل جاء برؤية وبإدارة وبقيادة حكيمة وبإخلاص فريق آمن بالفكرة فصنع منها واقعا. وجاء التنظيم على هذا النحو المشرف من نادي الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور مهاب عبد الرزاق، قيادة لا تدير المشهد فقط بل تصنعه، ولا تجمع فريقا فقط بل تبني روحا. فكان النادي تحت قيادته عنوانا للتنظيم الراقي وصورة حقيقية لمعنى العمل بروح الفريق. ولأن لكل إنجاز كبير يقف خلفه فريق يعمل بإخلاص وتفاني، فلنحيي كوكبة من أصحاب العطاء والخبرة من أعضاء نادي الكلية الذين تعاونوا على قلب رجل واحد لتنظيم تلك الفعالية على هذا النحو المتميز. كل تحية وتقدير للأستاذ الدكتور وليد سليمان أمين الصندوق، والأستاذ الدكتور حسن فريد مدير النادي، الأستاذ الدكتور بركات فرج محمد، الأستاذ الدكتور رأفت محمد توفيق حمزة، الأستاذ الدكتور السيد صلاح، الأستاذ الدكتور السعيد أبو بكر، الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز، وشكر وتقدير خاص الدكتور عبير نبيل عبد الغفار مسؤول لجنة المرأة بالنادي لبصماتها الفاعلة للنادي ومجهوداتها وعطائها المخلص إنجاز تلك الفعالية.
والآن نستمع إلى كلمة الأستاذ الدكتور مهاب عبد الرزاق رئيس مجلس إدارة النادي. تلك القيادة التي لم تجعل من النادي مجرد كيان تنظيمي، بل حولته إلى مساحة نابضة بالحياة تصنع فيها الفعاليات وتدار برؤية ويحتفل بها بالإنسان. فليتفضل سيادتكم.